صباح الخير. دلوقتي الساعة 7 وبكرة أول يوم في آخر سنة في حياتي الدراسية كلها. النهاردة هنقعد بقى نرتب الدنيا ونرتب كل حاجة للسنة الجديدة. هرتب الأوضة، هوريكم بحط ايه في شنطتي، وهرتب كمان كل حاجة على الآيباد. وكمان ههتم بقى بنفسي، هعمل everything shower وهعمل سكين كير روتين بتاعي. امبارح غسلت كل الفرش بتاعة الميك اب والبيوتي بلندر عشان انا عارفة ان انا لو غسلتها النهارده هي مش هتلحق تنشف لحد بكرة. الحمد لله انا خدت القرار ده عشان هي فعلا لسه بتنشف. تمام. مش ملاحظين حاجه كده متغيره في شهوده؟ انا غيرت نضاره. اول امبارح تقريبا نزلت وغيرت النضاره بتاعتي عشان نظري ضعف شويه، وبقالي سنتين بنفس النضاره، فحاسه ان انا محتاجه شويه تغيير في حياتي فغيرت النضاره. مش عارفه باين في الكاميرا قوي ولا لا، بس هي لونها بني ومن هنا لونها اسود. حاسه ان هي لايقه على الاوبسيشن بتاعي بتاع البني الفتره دي، عجباني قوي. وكمان جبت العدسات بتاعتها عشان ما توجعش عيني من الايباد والموبايل، عشان على طول ماسكاهم، وكمان الرسم والحاجات دي كلها. غير طلع عندي استجماتيزم which is مش عارفه يعني، حاسه عادي. وجبت كمان السبلايز بتاعت الجامعه كلها من سمير وعلي. فبصراحه دي مش اخر مره هشتري فيها، عشان دايما كل ما بينزل لنا مشروع بنروح نشتري حاجات جديده للمشروع ده. بس انا جبت الحاجات اللي هي هستخدمها على طول ومش هضطر اشتريها كل شويه، مثلا زي الالوان، الحاجات اللي انا بستخدمها على طول كده. اول حاجه عايزين نعملها وهي ان انا اكتب تو دو ليست كده، اشوف هعمل فيها ايه بالظبط في يومي، عشان النهارده ورايا بجد حاجات كتير قوي اعملها. وكمان هنروح جلسه العلاج الطبيعي. مش عارفه باين قوي ولا لا، بس ظبطت شويه في الاضاءه عشان حاسه ان هي ضعيفه. دلوقتي هاخد الفيتامينات بتاعتي عشان منساش، وهاخد كمان دواء الغده. في حاجه حصلت صح من كام يوم كانت غريبه قوي، كنت مبسوطه قوي. كمان جبت علبتين من كاربينازول. if you know you know. بجد الدواء ده مختفي من كل حته، فكره ان انا اجيب علبتين مره واحده، دايما بجيب بالشريط مثلا، فدي حاجه خطيره يعني. اسكوفي طعمها تحفه. صحيح نسيت ما اوريكم الكوبايه الجديده بتاعتي. امبارح رحت النزهه وجبت الكوبايه دي، كان بقالي قرن عايزه اجيبها بس مش عارفه، ما كنتش بروح اجيبها ليه يعني، بس ما علينا، جبتها اخيرا. بجد شكلها حلو قوي. انا جبت التودو ليست بتاعتي دلوقتي عشان اقعد اكتب الحاجات اللي ورايا، ويا رب الصفحه اصلا تكفي، عشان انا بجد ورايا كميه حاجات يعني غير منطقيه بجد. ماشي، انا عايزه. سامعين صوت العصافير في الباك جراوند؟ يعني يا رب تكونوا سامعيني عشان هي مش كبيره قوي، بس يعني حاسه عادي عشان الساعه دلوقتي داخله على 8. ما علينا. مش عايزه انضف الاوضه، عايزه ارتبها. هي مترتبة يعتبر، بس فيها شوية حاجات كده محتاجة ترتب اكتر. وعايزة كمان انضفها كويس قوي، اللي هو كنيس ومسيح وكده. انا مش قادرة صحيا، بس بقالي كتير قوي بأجل، وحاسة انه لا خلاص محتاجة اعملها، عشان انا عارفة ان انا لما درست تبدأ مش هقدر اعمل ده لحد شوية حلوين. عايزة كمان ارتب الورق بتاع الكلية، عشان الورق بتاع الكلية كله محطوط ورا السرير اللي هناك ده. وبجد يعني هو كل حاجة مع بعض، الحاجات اللي انا استخدمتها مع الحاجات اللي انا ما استخدمتهاش، فحاسه انا محتاجه ارتب الدنيا شويه عشان لما اجي اشتغل ابقى عارفه انا ايه الورق اللي ناقصني، ايه الورق اللي انا محتاجه اشتريه، لو انا عندي ورق اصلا فمش هبقى محتاجه اشتري حاجه كده، فاهمين؟ عايزه كمان اوضب الشنطه واعمل واتس ان ماي باج، واعمل واتس ان ماي emergency باج. وعايزه كمان اعمل ابديت للايباد بتاعي. انا عملت الابديت الجديد بتاع iOS 18 بس ما ظبطتش اي حاجه بشكل الايباد. يا جماعه انا من ساعه ما اشتريت الايباد السنه دي، وده كان في اول السنه يعني في شهر 2 اعتقد، ولا ما غيرتش اي حاجه، ولا الوول بيبر ولا شكل الحاجه يعني. عايزه اجددهم عشان احنا داخلين مرحله جديده وفيز جديده، فمحتاجه اجددهم. هغير شكل الايباد وكده. وعايزه كمان ابديت نوشن عشان اشيل كل المواد القديمه واحط المواد الجديده. وهي نفس المواد عامه، بس قصدي يعني بتاعت السنه اللي فاتت احطها في السنه اللي فاتت، وبعد كده اعمل حاجات جديده للسنه دي واحط الجدول كمان. عايزه كمان اظبط الجوجل كالندر بتاعتي. انا كنت عاملاها من كام يوم، بس في شويه تغييرات كده محتاجه اظبطها فيها عشان اظبط الروتين اليومي بتاعي. هو انا ليه قلت الكالندر بتاعت جوجل؟ انا اصلا بستخدم بتاعت ابل عادي. ما علينا. عايزه كمان اعمل نفس الحوار اللي انا هعمله في الايباد ده في الموبايل، عشان برضو بقالي كتير قوي ما غيرتش الشكل بتاع الموبايل. انا غيرت الكفر، بس حطيت كفر قديم عادي، بس انا ما كنتش حطيته بقالي فتره كبيره قوي فحطيته.
وعايزه بقى اغير شكل التليفون من جوه. عايزه كمان اعمل بنترست بورد للسنه دي، سنه تخرج، فحاسه ان انا محتاجه اعمل مود بورد كده، مش فيجن بورد بس هي مود بورد، يعني احط فيها الفايبس لما ابقى مثلا زهقانه من الكليه وكده ادخل اتفرج عليها، ارومانتسايز الدنيا شويه. بس اعتقد ده هيكون في الاخر كده لما ابقى رايقه. عايزه كمان اعمل everything shower وهير داي. عايزه اعمل ضوافري واعمل السكين كير بتاعي. مع الصفحه خلصت حرفيا وانا مش عارفه انا كتبت كل حاجه ولا لا. فاضل حاجه، بكره عيد ميلاد اختي شذا، فانا عايزه اعمل لها فيديوز وحاجات كده عشان احتفل بيها، بس انا عايزه انام بدري، فاعتقد ان انا هبعتها لها قبل ما انام يعني. يا رب ده يكون حاجه عاديه، عشان انا بجد مش هقدر اسهر لحد الساعه 12 عشان اصلا نايمه بتاع 3-4 ساعات اي جس، مش هقدر انام 3-4 ساعات النهارده وبكره، بس في نفس الوقت يعني لازم احتفل بيها. محتاج كمان اظبط الاوتفيت اللي انا هلبسها بكره، بس غالبا انا في حاجه في دماغي، يعني ظبطت الحاجات اللي انا هلبسها بس لسه مش عارفه هلبس انهي طرحه وبس. تقريبا انا ظبطت كل الاوتفيت ما عدا الطرحه، ده كده كده هيكون في نهايه روتين، فحاسه ان انا مش لازم اكتبه عشان حرفيا خلاص مفيش مكان. طيب محتاجه بقى دلوقتي اشوف هعمل ايه الاول. انا عارفه ان انا ظهري وجعني قوي دلوقتي وكتفي وجعني قوي دلوقتي وهروح الجلسه، فمش عايزه اتقل قوي على نفسي، حاسه ان انا عايزه ابدا بحاجه خفيفه شويه اسخن بيها، ولا ابدا بالصعب على طول عشان خايفه اكسل وما اقدرش انا وبعدين. بجد ما عنديش فكره. اوكي، اعتقد ان انا هبدا بان انا ارتب الورق بتاع الكليه، وبعد كده هرتب الاوضه، وبعد كده هكنسها وامسحها، عشان بصراحه باقي الحاجات اللي هي على الايباد وعلى الموبايل وان انا احط الحاجه في الشنطه والحاجات دي كلها عايزه اعملها والدنيا متروقه وانا مولعه كاندل كده. ممكن حتى كمان يعني بعد ال everything shower او قبله مش عارفه، بس يعني الفكره ان انا عايزه اعمل الحاجات دي والدنيا رايقه حواليا. اوكي، يلا بينا. اوكي، هاي دلوقتي انا بتفرج على البحث عن علا في الباك جراوند، وده السيتويشن بتاعنا، يعني ده كل الورق والحاجات اللي انا بستخدمها واللي المفروض تتشال عشان هي اوريدي استخدمت وخلاص، فهنبتدي ننظم دلوقتي مع بعض. اوكي، ده اللي انا وصلت له لحد دلوقتي. الكيس ده فيه كل الورق النظيف اللي انا ممكن استخدمه قريب، لكن الكيس ده فيه ورد قديم، الكيس ده فيه ورق لكن انا استخدمته قبل كده في المشاريع بتاعتي فهشيله على جنب، وده كمان بس الورق ده اصغر يعني من ده، وده فيه ورق برضو بس الورق ده انا لسه ما استخدمتوش بس هو كبير مش زي ده اصغر شوية، فهخلي ده برضو على جنب عشان استخدمه بعدين. هناك في سكتشات كبيرة وسكتشات متوسطة شوية بس تعتبر كبيرة برضو، هشيلها في المكتب. انا عارفه ان هي مش باينه قوي بس انا حطيت كل حاجه هنا، اللي من جوه ده طبعا الحاجات اللي مش هستخدمها، وهنا الحاجات اللي هستخدمها، ودي طبعا اللوحات بتاعتي كلها. دلوقتي بقى هكنس كل الجزء ده وامسحه عشان ادخل على اللي بعده، فلحد ما ده ينشف يكون التاني خلص وهكذا. نفسه في اوضه سايب القصر كله وقاعد في اوضه. انا اخيرا خلصت كل حاجه في الاوضه، كنستها ومسحتها ورتبت كل حاجه مكانها. فاضل بس حاجتين، اول حاجه ان انا اغير الملايه، تاني حاجه ان انا احط الفرش اللي انا غسلتها امبارح مكانها. فاضل تقريبا 10 دقايق ومفروض اقوم اجهز للجلسه بتاعه العلاج الطبيعي بتاعتي النهارده، فهعمل الحاجات دي لحد ما يجي ميعاد الجلسه وبس كده. بجد شكلها حلو قوي وهي نضيف والبيوتي بلندرز كل حاجه. دي الاوتفيت اللي انا هلبسها، فهروح اخد شاور سريع كده والبس. انا خلاص اهو جهزت ونازله. انا عارفه ان الكواليتي دلوقتي مش حلوه بس عشان فاتحه الكاميرا اللي قدام، احط بس سان سكرين وانزل على طول. اوكي كده دن، يلا بينا. قبل ما انزل نسيت اوريكم
الاوتفيت كلها. هاي، انا لسه راجعه من شويه. اكلت بس وريحت كده عشان بجد الجلسه النهارده كانت متعبه قوي، وحاسه ان انا تعبانه قوي وعايزه انام دلوقتي حالا. لكن للاسف ورانا حاجات كتير قوي محتاجين نعملها، فمش هنام دلوقتي حالا. خلينا نبص كده على التودو ليست. للاسف انا مخلصتش غير حاجتين لسه دلوقتي. عملت الاوضه ومسحتها، و جهزت الورق بتاع الجامعه. معظم الحاجات اللي ورايا دلوقتي هتكون وانا قاعده على السرير عادي. ممكن اعملها على المكتب يعني، بس انا مش قادره فاعملها وانا قاعده على السرير. واللي هي يعني الحاجات بتاعه الايباد ونوشن والمود بورد والكالندر والابديت بتاع التليفون. فهعمل الحاجات دي دلوقتي انا قاعده على السرير عشان اريح ظهري شويه، عشان بجد مش قادره والدكتوره قالت لي ريحي. وبعدين هصور الواتس ان ماي باج، ولا اخليه بكره يا جماعه عشان حاسه انا مش قادره. انا بفكر اخلي اللي هو واتس ان ماي باج واتس ان ماي emergency باج بكره. يبقى بكره مثلا الصبح، عشان كده كده هما بعتولنا على الجروب بتاع الدفعه وقالوا لنا ان المحاضره هتكون الساعه 10 فمش 9، which is ده هيديني ساعه زياده الصبح. فاعتقد ممكن اخلي دول لبكره لو انا ما قدرتش، عشان لسه ورايا editing وحاجات تانية كده وفويس اوفر وبتاع. فخلينا في دول، وبعد ما اخلص دول او في النص كده ممكن اخد بريك افصل او حاجة، هعمل الايديتنج اللي ورايا عشان انزل الفيديو النهاردة. كنت مصورة الفيديو وانا بشتري السبلايز بتاع الجامعة، فهنزله لكم بس على الاماكن التانية. وبعد ما اخلص كل حاجتي خالص هعمل الافريثينج شاور والنيلز، وهعمل الايديتنج بتاع الفيديو بتاع شذا. انا دلوقتي هقعد على السرير واشغل مزيكا او حاجه تظبط المود كده. بفكر اعمل ايس كوفي، بس انا عارفه ان ده قرار غلط تمام، فمش هعمل ايس كوفي. كفايه اللي انا شربتها الصبح مع اني محتاجاها قوي عشان انا مش نايمه غير 3-4 ساعات، بس هحاول اسرفايف. و هشرب ميه، ممكن اشرب ميه هشرب ميه وابتدي اعمل الايباد. اوكي، يلا بينا بقى نظبط كل حاجه يعني. هو ده شكله في الاول، بس عايزه اوريها لكم بالعرض عشان انا عاملاه بالعرض مش بالطول. يكون باين كده باين. دي اول صفحه خالص، ودي تاني صفحه، ودي تالت صفحه بس هي مش مترتبه قوي. اوكي، ودي السكرين بتاعتي بس مش هغيرها دلوقتي. ثانيه اهي، هي فيجن بورد بس مش هغيرها دلوقتي، هغيرها اول الشهر يعني يوم 1، عشان دي الفيجن بورد بتاعت الربع ده من السنه. انا عايزه اغيرها مع الربع الجديد اللي هو 10 و11 و12. فمش هعمل الفيجن بورد دلوقتي، مش قادره يعني، خليها بكره او بعده. انا بعمل اللي انا هعمله ده على ايه؟ بعمله على ابلكيشن المفضل بنترست. بعمل سيرش بقى على الصور اللي انا عايزاها، وبعد كده ببتدي احطها. طبعا بما ان احنا داخلين على خريف وانا بقيت obsessed باللون البني اكتر من obsessed بيه اساسا، ف يعني حاسه ان انا هخلي الفايبس كلها بني وحاجات كده. وبعدين هعمل المود بورد بس بعد ما اخلص الايباد نفسه. ممكن كمان اعمل بالمره سيف لحاجات للموبايل، عشان كمان الموبايل ما غيرتش شكله من زمان. ف يلا بينا هوريكم بعد ما اخلص. دي الفايبس اللي انا عايزاها تقريبا عندي. انا خلصت اخيرا، حطيت دي بس مؤقتا لحد ما احط بتاعه الفيجن بورد كمان كام يوم. بقولوا لي يا جماعه لو عايزين ايباد تور عامه. ده شكل اول صفحه وده شكل تاني صفحه. بقالي تقريبا اكتر من ساعه بعمل فيهم عامه يعني. عملت الموبايل كمان، هحط لكم هنا عملت فيه ايه. وكمان عملت نوشن، حطيت كل المواد بتاعه السنه الجديده.
المواد القديمة حطيتها هنا في الارشيف. تعالوا نعمل ابديت للتو ليست كده، نشوف انا خلصت ايه عشان اعلم عليه. هي التو ليست بقت كذا حتة، انا معرفش ايه اللي حصل بس يعني ما علينا. اوكي، انا عملت ابديت لنوشن، وعملت ابديت للايباد، وعملت ابديت للتليفون. ماشي، ناقصني اعمل المود بورد بتاعت بنترست، واعمل ابديت للكالندر اللي على الايباد. اكون كده خلصت الحاجات اللي على الايباد والموبايل عامه. ولكن قبل ما اعمل الحاجات دي، عشان في حاجه اهم دلوقتي، ان انا اعمل اديت للفيديو اللي هينزل النهارده على الاماكن التانية كلها. ف هروح اعمل اديت للفيديو الاول، وبعدين هرجع اعمل الحاجتين دول، وبعد كده هعمل بقى everything shower. لا، ممكن قبل everything shower هعمل الحاجات بتاعه تجميلة شذا، وبعد كده هعمل everything shower والنيلز وكل الحاجات دي. كمان انا عايزاكم تقولوا لي ايه رايكم في النضاره الجديده. انا حاسه ان هي انا قوي وعجباني قوي، ولا قوي مع الايباد. استنوا بصوا، ده الايباد وده انا، يعني تحسوا ان احنا اخوات مثلا. يعني ايه ده، انا حرفيا لسه ده ان احنا عاملين ماتسنج، بس اللي هو حرفيا مش مقصود، بس ده انا حرفيا. هروح اعمل edit دلوقتي للفيديو، واعتقد هقعد على الكرسي شويه عشان دلوقتي من قعدت السرير وحسيت ان انا مش قادره اقعد على السرير تاني. لو قعدت على السرير تاني هنام بجد. ف هفتح دلوقتي كاب كات اهو، وهنقل الحاجه اللي على الموبايل هنا وابتدي اعمل editing. اوكي، الفيديوهات اخدت وقت طويل لحد ما تتبعت، فرحت حطيت الحاجات اللي انا كنت عايزه احطها على الكالندر. بصوا بجد شكلها حلو قوي، ويا رب التزم بالروتين ده بكره. اخيرا خلصت editing. انا بقالي كتير قوي بقيت الفيديو ده، هو حرفيا دقيقه وشويه، بس كان في فيديوهات كتير قوي 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 بتتقص وفويس اوفر ونوتس وحاجات كده، بس خلص وظهري كمان خلص. انا مش قادره، ودلوقتي الساعه 10 وانا كنت فاكره ان انا هدخل انام الساعه 10، بس شكلي كده يعني شكلي هطول شويه لحد 12 او حاجه، عشان لسه ما خلصتش الحاجات اللي انا عايزه اخلصها. نسيت هنا صح ما اعلم على الكالندر عشان خلصتها. فاضل المود بورد، بس يعني هي مش حاجه اساسيه قوي بصراحه، بس انا قررت ان انا هعملها دلوقتي. بس هعمل حاجه كلها عشان جعت شويه، وانا باكل بقى هقعد اقلب على بنترست واعمل المود بورد. هي حاجه فن بصراحه، مش تاسك قوي يعني. وبعدين هعمل كمان الفيديوهات بتاعت شذا، وهعمل الافريثينج شاور والنايت روتين بتاعي وانام. بجد تعبت قوي، عايزه انام. اوكي، دلوقتي انا هحط الهير ماسك ده، ولحد ما الهير ماسك ياخد وقته هعمل الفيديوهات والحاجات اللي انا قلتلكوا عليها الاول، بدل ما اكل وكده، واخلي ايه الاكل مثلا في الاخر او بعد ما اخلص الحاجات اللي انا هعملها. فخلينا عشان ايه بس نكسب وقت كده. الفيديوهات بتاعت شذا طلعت كيوت قوي. دلوقتي هدخل بقى اعمل الافريثينج شاور بتاعي. طبعا دي مش كل حاجه، باقي الحاجه في الحمام، بس انا مكسره اطلعها يعني. بس كل حاجه، مش فاضل غير حاجه واحده بس او اتنين، ودول غالبا هعملهم بكره الصبح عشان بجد مش قادره وعايزه انام. فاشوفكم بكره. انا كده كده هعمل فلوج بكره اليوم كمان عشان اخدكم معايا في اول يوم في اخر سنه في حياتي الدراسيه. بس كده، تصبحوا على خير.